كنشوفوش غير في بلادنا هي دولة نامية وفيها التافهون يتسيدون. إذا كنت مثقلا بالدين الخارجي وإذا قمت بخوصصة المؤسسات والمقاولات الكبرى، ماذا تبقى لك من سيادتك؟ ماشي واحد الإنسان اللي هو تافه مستهلك انتهازي بحال هادو اللي كنلقاو عندنا حنايا في السياسة واللي معمرين المؤسسات ديالنا. أنت كنتي ناعس ما فلاح ما باك فلاح ما حتى مقاوم، ونعطيوك الأرض ونعطيوك الماء ونعطيوك مع العبيد اللي غادي يحرطوا، خلصهم ولا ما تخلصهمش. أنت غتطلع برلماني كتخلعهم، الناس باقيين كيخافوا من السلطة والثقافات المخزن في العقل ديالهم، يعني في السوبكونسيون مع الله اش غيدير ليا اللهم نركع. في حين يعني الانسان تخلق حر خصو يبقى حر وهز راسو. راه هذه قاعده الف خصنا نعاود نتعلموها كاملين. الدوله المغربيه دارت جوج حوايج: سياسه الانفتاح تفرضت عليها 56 اتفاقيه تبادل الحر كلها خاصين احنا فيها، وزادت هاد 20 سنه اللي فاتت دارت واحد المشروع ديال جلب استثمارات الخارجيه. حنا ملي شفنا هيئه الانصاف والمصالحه وشفنا قانون الاسره كلشي فرح الحمد لله راه بدينا دابا غادي. هما لا، هما غير كيزوقوا زوق باش تبيع، كيزوقوا باش يجيبوا المستثمرين الاجانب اللي عطاوهم الارض وعطاوهم الماء وعطاوهم الخيرات وعطاوهم حتى الاملاك ديال المغرب كيتسلفوا منها. يا بوكو دو بنك اللي وصلوا لا بنك روت، وحنا هادشي ما كيتكلموش عليه، ما كنهضروش عليه. اذا هاد سياسه الانفتاح هلكات البلاد ديالنا. من بعد غادي يجينا صندوق النقد الدولي اللي هو مغرقنا، غايقول لك هو خصكم ديروا الاصلاحات. علاش اليوم كيتكلموا على ان المغرب خدا 5 المليار ديال الملايير ديال الدولار، يعني تقريبا شي 60 مليار ديال الدرهم مؤخرا، وقال لك المغرب راه خرج من المنطقه الرماديه. علاش؟ لاننا الدوله المغربيه تلميذ النجيب ديال هذا صندوق النقد الدولي انه وسطوا على الاراضي. دابا حنا غنوليو ساكن في المغرب هو ماشي ديالنا، انت ساكن فوق واحد الارض ديال الكيان الصهيوني ديال الامارات ديال السعوديه ديال قطر ديال هذا. راه خداو مناطق كبيره، كاين شخص واحد كيمتلك ارض كبر من بلجيكا، وجاو هاد الناس بشحال هادي وسخوا لينا الماء، تلوث ديال الماء، تلوث ديال التربه، ضربوا لينا التنوع البيئي في بلادنا، ودخلوا اللي بغاو لان كيدخلوا يعني فاتحين لهم ذراعهم وماشي سوقهم في المغرب ولا مستقبل المغرب والاجيال المقبله. ثم مؤخرا دوزوا ميثاق الاستثمار، غيسهلوا. ما بقيتي لا غتمشي للمقاطعات السلميه توقع لا والو، دغيا اللي بغا مرحبا اجيو. وهنا طرحت المشاكل ديال الارض ديال السلاليه، الاراضي السلاليه والاراضي ديال القبائل. راه البارح كنت انا والاخ عزيز غالي في واحد المباشر معهم، هادو التنسيقيات ديال القبائل ايتوسا وبعمران وغيرهم وغير واللي كلهم وطنيين، الناس اللي دافعوا على تحرر البلاد واليوم حيدوا لهم الارض من تحت رجليهم. ومهم داك الصبار وقع به ما وقع والرعي الجائر، وغيدفعوا حتى هما يسكنوا في دور الصفيح في ضواحي المدن اللي هي اصلا ماشي متقدمه.